هاي، انا وصال، وفي حلقة النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي نخرج نفسنا من كل مشاعر الاكتئاب، الزهق، الخنقة، فقدان الشغف، ونحط نفسنا جوه مشاعر السعادة والرضا والشغف والإنتاج عن طريق 4 مراحل مهمين جدا. ولازم ال4 مراحل دول نمشي عليهم كويس قوي علشان الجول او الهدف اللي احنا ماشيين عليه يتحقق. 4 مراحل هنعتبرهم سلم. اول درجة من السلم ده بتمثل هرمون السيروتونين، هرمون الهدوء والثقة في النفس. مش الهدوء ان انا افضل ساكتة متكلمش، لا، ابقى متحكمة في انفعالاتي، افكر قبل ما اتكلم، ببص للامور بحكمة، مش مندفعة. الهرمون ده لو قل يجيلي اكتئاب. الهرمون ده بيزيد عن طريق تعرضك للشمس كل يوم من مدة 10 ل 15 دقيقة. وهنا مش قصدي الشمس بتاعت الصبح قوي دي اللي هي بتحرق الجسم، لا، الشمس اللي هي بتاعت قبل المغرب او بتاعت الصبح خالص اللي هي لسه طالعة 5 ل 10 دقايق. يعني لو رايحة اجيب حاجة من السوبر ماركت اروح بعيد شوية وامشي الطريق كله في الاتجاه اللي فيه شمس وارجع البيت، خلاص انا كده خدت الفيتامين دي بتاعي، رجعت عندي السيروتونين في جسمي كويس جدا. تاني حاجه تعمليها اكل فيه تريبتوفان. من الاخر كلي موز ودارك شوكليت، حاولي على قد ما تقدري تاكلي موز ودارك شوكليت، تعملي ميكس كده بين الموز والدارك شوكليت وتاكليه. الحاجتين دول فيهم تريبتوفان بيأثر على هرمون السيروتونين جامد جدا. تخيلي لو انت اتعرضتي للشمس واكلتي موز وشوكليت، انت هتحسي بايه؟ بجد حاجه تستحق التجربه فعلا. انا عملت كده شخصيا، حسيت انه بيفرق في مودي. وبرده نحاول على قد ما نقدر نكون الاكل بتاعنا يكون فيه 3 عناصر اللي هم البروتين والكارب والخضار. لو كل يوم الاكل بتاعنا فيه الحاجات دي، صدقوني بجد الحاله النفسيه هتبقى حلوه جدا. نحاول نعتمد في السكر على السكر الطبيعي على قد ما نقدر، ما ناكلش حاجات كلها سكريات كتير لانها برده غلط، بتاثر على المود قوي. تاني مرحله بقى او تاني درجه في السلم اسمها الاندورفين. هرمون الاندورفين ده سهل قوي قوي، ممكن اي حد يقدر يعمله. بيجي عن طريق حاجتين. اول حاجه الرياضه او الاكسرسايز، ممكن اعمل شغل في البيت او انزل اروح مشوار بحيث ان انا اخلي جسمي يطلع كل الطاقه اللي عنده ويفرز هرمون الاندورفين بتاعه كله. تاني حاجه بتطلع هرمون الاندورفين الضحك. ازاي الضحك؟ هو مني بيجي لو انا قعدت مع حد بحبه وقعدنا نضحك ونهزر، بس برضه ممكن يجي لو انا شفت حاجه بتضحكني على الموبايل، شفت مسلسل كوميدي. رابع هرمون هو هرمون الاوكسيتوسين. بيسكلي الهرمون ده هو اسمه هرمون الحب. اهم حاجه ان هو حد يكون بيوفر لك احتواء، دعم، اهتمام. حاجه كمان يكون في كوميونيكيشن، ما تكونيش انت بتعزلي نفسك عن الدنيا كلها ومفيش كوميونيكيشن بينك وبين حد، مش عندك سوشيال لايف، تتوقعي ان الهرمون ده يكون عندك. لا، لازم تحاولي على قد ما تقدري تكوميونيكيت مع الناس. مش شرط ان انت تصاحبي ناس وعلاقتك بيهم تبقى عميقه جدا ويعرفوا كل حاجه عن حياتك، لا، انت اعرفي ناس يكون عندهم نفس الاهتمام بتاعك، يعني انتوا بس عايزين تكونوا مع بعض، تهونوا على بعض وتغيروا جو. مش لازم تكون العلاقات اللي هي قريبه قوي اللي انا اقعد سنين عشان ابنيها دي، لا، مش شرط خالص. اهم حاجه استفيد من العلاقات دي في ان هي تديني الهرمون اللي انا محتاجاه في حياتي. رابع مرحله واهم واحده وهي هرمون الدوبامين. الهرمون ده ليه انا بقول عنه مهم قوي؟ لانه اكتر هرمون متعب فيهم كلهم. على قد التعب اللي انا بتعبه علشان اخد الهرمون ده، على قد السعاده اللي انا باخدها في حياتي. يعني مثلا الهرمون ده متعلق بالانجاز. الانجاز يعني انا اعمل حاجه في يومي. فور اكزامبل، قمت عملت اكله انا بحبها والاكله دي طلعت تحفه زي ما انا عايزه بالظبط، انا لو انا باكلها احس ان انا مبسوطه، ان طعمها حلو. اول حاجه انا عملت انجاز، ثاني حاجه انا اكلت حاجه انا بحبها. فتاثير الهرمون ده عليا هيفضل مثلا ساعتين 3. ده بالنسبه لحاجه تتعمل بسرعه في خلال اليوم. اما لو انا مثلا عملت مهمه صعبه شويه محتاجه يوم او يومين، اول ما بخلص التاسك دي هرمون الدوبامين عندي بيبقى اعلى عشان انا تعبت اكتر. ليفل السعاده بيفضل مستمر معايا لمده 3 او 4 ايام. طب لو فور اكزامبل كان عندي امتحان خايفه منه وقاعده بذاكر له بقالي شهور وجيت نجحت وجبت فيه درجه حلوه قوي، كميه السعاده اللي هتبقى عندي علشان الشغل اللي انا فضلت اشتغله شهور ده هتفضل مستمره معايا هي كمان لمده شهور. انا جربت الكلام ده بنفسي كنت بحس كده فعلا. اكتر بقى حاجه طب في الهرمون ده، لو انا عندي حلم في حياتي نفسي اوصل له بقالي سنين وقاعده طول السنين دي بشتغل على نفسي، وايا كان نوع الحاجه اللي انا بعملها في حياتي عشان اوصل للحلم ده، المهم ان انا بتعب جامد ومتعلقه بيه جامد قوي، اول لما هوصل للحلم ده لكم ان تتخيلوا كميه السعاده اللي هتكونوا فيها وهتفضل مستمره معاكم قد ايه. الحلم اللي انا كان نفسي اوصل له ده شعوري بالانجاز بعد ما وصلت له على قد السنين اللي انا فضلت اتعب فيها، او لو حتى مش سنين، لو حتى شهور، على قد درجه تعلقي بالحلم ده انا هفضل سعيده لمده ممكن تتجاوز السنين. الكلام ده حصل مع ناس كتيره قوي. اي حد بيحقق حلمه او بيوصل لحاجه هو عايزها، دقوني احساس السعاده والدوبامين اللي بيبقى في الجسم بيفضل مستمر معانا سنين كتير، بنفضل عايشين حياتنا في رضا وسعاده، نبقى مش عارفين نشكر ربنا ازاي على كميه العطاء اللي هو اداهولنا. كل ما هتتعبي اكتر كل ما السعاده في جسمك هتفضل اطول. عندنا في الحياه دي 2 لايف ستايل. اول شكل انت ماشيه فيه وانت عايشه فيه هو ده الشكل اللي مسبب لحياتك الاكتئاب والخنقه. في عادات انت بتعمليها في يومك، العادات دي
مع الوقت لما بتتراكم بتصنع السلاح اللي هو بيقتل السعاده في حياتك. ايه هي العادات اللي انت بتعمليها في يومك اللي بتخليكي على طول حاسه ان انت عندك ديبريشن، فقد الشغف، تعمليش انجاز، ما عندكيش احساس بالانتاجيه او مش حاسه بطعم الحياه؟ زي ما في هنا 4 حاجات كويسه بتتعمل، في هنا 4 حاجات وحشه هي اللي بتصنع السلاح اللي بيخليكي مش حاسه بطعم اي حاجه. ايه هي بقى اول عاده بتعمليها سيئه جدا في يومك؟ وهي ادمان التليفون. ان انت تقعدي كل يوم على التليفون ساعات كتير، اول ما تصحي من النوم تبصي في الموبايل، بين كل حاجه والتانيه تقعدي تتفرجي على ريلز وتتفرجي على تيك توك. انت مخك بيستقبل حاجات على مدار اليوم، الحاجات دي بتخليكي مشتته، بتخليكي ما عندكيش انتباه، بتخليكي لو عايزه تعملي حاجه عايزه تخلصيها بسرعه، عايزه تكروتيها، بيخلق جواكي يعني زي حاله ادمان كده، اللي هو كل ما تبعدي عنه شويه تبقي عايزه تمسكيه تاني. يعني سيبك من ان هو ليه اضرار زي ان هو بيضعف النظر وبيخليكي ما عندكيش انتباه وتشتت والكلام ده، هو بيأثر على الثقه في النفس. ده رأيي الشخصي. التليفون اللي انت بتمسكيه طول النهار ده بيخلق جواكي حاجه اسمها احتياج مزيف، تلاقي نفسك محتاجه حاجات، مش قادره تقعدي من غير ما تشتري حاجات او تجيبي حاجات او تعملي حاجات ملهاش اي 30 لازمه في حياتك، ما بتغيرش اي حياتك 1%، ولا بتغير في شكلك، ولا بتغير في شخصيتك، ولا بتغير في نظرتك للحياه، هو بس مجرد الاحتياج. عشان كده انت لازم تكوني عارفه ان ده اكتر حاجه في الدنيا هتسبب لك الحزن والاكتئاب. تاني حاجه كانت ايه؟ العزلة، منعزلة عن العالم كله، بتنامي بالنهار وتصحي بالليل، ولو حتى بتنامي بالليل وتصحي بالنهار انت خالقه لنفسك جو انت عايشه فيه لوحدك، عايشه في عالم افتراضي، تليفون وبس، ما بتشوفيش ناس، ما بتتعرضيش لكوميونيكيشن، ما بتتعرضيش للشمس عشان تاخدي جرعه الفيتامين دي اليوميه بتاعتك، بتبقي حزينه وكئيبه. منطقي جدا. تالت حاجه نوع الاكل اللي بناكله، ما بتاكليش صحي خالص، جسمك مش بيدخله اكل حقيقي، او ممكن يكون بيدخله تغذيه بس ممكن مره في الاسبوع، بس الجنرال انت بتاكلي اكل مش صحي، اكل كله سكر، اكل كله دهون، مواد حافظه، عايشه على الحاجات دي وفاكره ان انت كده تتغذي. في دراسات اثبتت ان كل الاكل البروسيسد او المصنع، شرب اكتر من كوبايتين قهوه في اليوم، كل دول اسباب كبيره جدا بتاثر على النيرف سيستم او الجهاز العصبي بتاعك، بتخليكي في حاله مزاجيه سيئه جدا، غير بقى ان انت بتكوني كسلان، عندك تعب طول الوقت وهزال ومش قادره تعملي حاجه ومش قادره تركزي. ليه؟ عشان اللي بيدخل هنا مش صحي، فطبيعي يكون دي النتيجة. رابع سبب من الأسباب اللي بتخليكي على طول حاسة انك زعلانة أو مكتئبة من غير سبب، وهي انك ما بتصليش. ما ينفعش أبقى قاعدة والأذان يأذن عليا وأنا أسمعه وأفضل قاعدة على التليفون، أو أبقى نايمة وأصحى أكسل أصلي. أنا عارفة إن في بنات كتيرة قوي بتكون نقية جدا وبريئة جدا من جواها وبيور أكتر حاجة، بس حتة الصلاة دي بيكون فيها تقصير شوية. وأنا مش جاية أقول إنه أنا مفيش مني 2 في الموضوع ده، جاي من الفتره اللي انا كنت اكلي فيها كله من بره، لدرجه ان انا جالي فيروس الف نقلت لي عن طريق اكل انا اكلته من بره، وعشت فيها ايام صعبه جدا. بقيت احاول اخلي بالي من اكلي اكتر حاجه، يعني مقصره جدا جدا حق ربنا، زي اي حد سني ما بيكونش في دماغه قوي، هو بنكون بنات كويسه وبيور من جوانا، بس الحته دي بنبقى مقصرين فيها كتير كتير قوي. يعني لما عملت سويتش لللايف ستايل بتاعي، لان انا على طول كنت مكتئبه، يعني انا كنت من سن 18 سنه وانا مكتئبه ومش فاهمه انا مكتئبه من ايه، انا على طول زعلانه وبعيط من غير سبب. ليه؟ عندي 4 هرمونات سعاده في جسمي، هما لازم يكونوا في مستوى معين. ده بقى ارجع لعاده من العادات القديمه بتاعتي، زي الاكل مش صحي، النوم بالنهار والصحيان بالليل، الاقي بقى الهرمونات دي بتقل، والعادات دي زي ما قلت بتخلق سلاح تحارب لي بيه الهرمونات دي. الاقي نفسي مش عارفه انبسط باي حاجه. في حديث للرسول بيقول: لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4: عن عمره فيما افناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا فعل به. يعني مش معنى ان انا بس قاعده في البيت ما بعملش حاجه، ما باذيش حد، ما بظلمش حد، ان انا كده ربنا مش هيسالني عن نفسي. انا اول حاجه هتسال عنها عمري اللي انا ضيعته على التليفون، عدد الساعات الكتيره قوي اللي ضايعه في يومي دي انا هتسال عليها. عن جسده فيما أبلاه، جسمي انا عماله اديله اكل مش صحي واكل مضر، انا لو حصل لي اي مشكله صحيه في جسمي او جاي لا قدر الله اي مرض بسبب اللايف ستايل اللي انا عايشاه، مش بس بجد هعاني في الدنيا، كمان هتحاسب. وبس دي كانت حلقه النهارده، استنوني الحلقه الجايه، مش عارفه هتكلم عن ايه، بس ان شاء الله يطلع موضوع حلو ويعجبكم. وانا خلصت، باي.